مجموعة كبيرة قوي من العمليات، عملية حزام المعدة، عملية تكميم المعدة، عمليات تحويل المسار، كلها أسماء كتير قوي الناس بتقولها. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا. احنا بنختار ازاي للمريض النوع اللي يناسبه من العمليات. احنا في انواع كتير قوي من العمليات. في عمليات بتقلل كمية الاكل، في عمليات بتقلل الامتصاص، في عمليات مختلطة بين الاتنين. انا بختار للمريض بناء على عوامل كتير قوي. اول حاجه منها هو حجمه قد ايه، يعني معدل كتلته، مؤشر كتله جسمه دي قد ايه. كل ما بيزيد كتله الجسم كل ما بنتجه اكتر لعمليه التحويل. الحاجه التانية وده عامل مهم جدا، طبيعه الاكل اللي بياكله. هو بياكل كميه اكل كبيره، بياكل حلويات، بياكل كل فتره على فترات قصيره، يعني بياكل له 6-7 مرات في اليوم طول ما هو قاعد بياكل. كل دي عوامل هي اللي بتحكمني في اختيار نوع العمليه اللي تناسب المريض ده، مش اللي تناسب كل المرضى. تاني حاجه، انا عايز اعرف المريض ده هو عايز ينزل لغايه قد ايه. في عمليات هتنزله 60% من وزنه الزياده، في عمليات هتنزله 80 او 90% من الوزن الزياده. يبقى انا بختار بناء برضو هو المريض عايز يوصل لوزن قد ايه. يعني في عوامل تانية زي موضوع ارتجاع المريء. العيان ده لو انا حاولت ان انا اعمل له عمليه حزام معده هتبقى عنده مشكله كبيره جدا، لانه حزام المعده بيزود شويه ارتجاع المريء، وبالتالي فهو الحل الامثل في عيان زي ده ان انا اعمل له تحويل مسار. هتتحسن جدا الاعراض بتاعته، وفي نفس الوقت هيخس بنزول كويس. عامل تاني برضو، انا عندي سكر او ضغط او ارتفاع في الكوليسترول، ليه حاجه اسمها متلازمه الايض. دي حاجه مجموعه كده من الامراض لما بتكون مع بعض بيبقى احسن حل فيها ان انا اعمل للعيان تحويل مسار او تحويل مسار مصغر. هتفرق برضو جدا، لان كل ده هيحسن الحاله الصحيه بتاعت الامراض اللي عنده. في عامل تاني برضو، انا عايز انزل في فتره طويله او فتره قصيره. العمليه زي عمليه الحزام المعده عمليه بطيئه شويه في نزول الوزن، عكس عمليه التحويل او عمليه التكميم بتبقى نزول وزن اسرع في الفتره الاولانيه. عامل برضو تاني ان انا الحمل. لو انا عامل حسابي ان انا هحمل في فتره قريبه، وان كنت ما بفضلش ده، دايما بقول للمريض نستنى على الاقل اول سنه. انما لو في هدف ان احنا فيه هيبقى في فتره حمل في الفتره القريبه، يبقى افضل حل ان احنا نعمل حاجه زي حزام المعده. على الاقل هقدر اتحكم في نزول وزن العيان بدرجه تكون ابطا عشان ما تاثرش على الجنين بتاعها. دي عوامل كتير قوي لازم احطها في حسابي، ولازم افكر دايما فيها، ولازم انا اللي اخد قرار للعيان هتعمل كذا. ده الحل الامثل. انما لو في اختيار تاني للعيان، لو هو ما يناسبش الحاله الصحيه بتاعته، فانا ما بفضلش ان انا اعمل له جراحه اصلا. لا، لو سمحت، انا مثلا انا محتاج اعمل تحويل وحضرتك طالب تعمل حزام واحنا عندنا ارتجاع مريء، لا مش هقدر اعمل لك ده، يبقى ده مش هينفعك. فالقرار مفروض قرار الجراح اللي هيعمل لك العمليه. لازم تفكر في ده كويس جدا، عشان هو الجراح عايز مصلحه المريض، او مش العوامل اللي المريض ممكن يكون سمع فلان وفي سمع حد من قرايبه عمل العمليه ديت ونجحت. لا، دي ما تناسبكش انت، انما هتناسب قريبك ده. يبقى احنا اهم حاجه عندنا اللي احنا نختار الحل الامثل اللي يناسبك انت، مش يناسب حد تاني. وبكده نقدر نقول هي دي العوامل اللي بحدد عليها اختيار نوع العمليه، والمريض لازم يحطها في حسبانه كويس قوي. وهو اختيار العمليه هو قرار الجراح، عشان هو عارف ايه اللي هيناسبك، مش اللي انت سمعته من فلان او علان. فلو سمحت نلتزم براي الدكتور بتاعك في اختيار نوع العمليه اللي تناسبك، عشان هو ده هيبقى الحل الامثل ليك.